دي بيتزا، بس دي مش بيتزا. النهارده هنجرب اجدد اختراعات وافتكاسات في الفرايد تشيكن من كنسا. بعد ما انتشر كتير محلات الفرايد تشيكن في مصر، كان لازم الفتره الاخيره المحلات تبدا تتنافس مين فيهم مميز اكتر من التاني. فبدانا نشوف اختراعات زي المسحب، بدانا نشوف ناس بتقلي اي حاجه في الزيت زي ورق العنب والممبار عشان تجيب ترند يعني وتجيب العين عليها في الفرايد تشيكن. فالنهارده انا طلبت معظم الحاجات اللي كنساس عملها جديده في الفرايد تشيكن عشان نجربها ونشوف كنساس عامل ازاي في 2023. خلينا نعمل لايك وشير عشان نساعد الفيديوهات الفتره دي، ويلا بينا نبدا. لقيت عندهم ويب سايت كده بتطلب منه اونلاين، طلبت 433 قال لي هيوصل في خلال ساعه، وصل 533. شويه مناديل حلوين، معلقه شوكه، ليه معلقه واحده ما نحط حبه يا عم، 3 اكياس كاتشب. دي الحاجات الجانبيه. يعني نبدا باول اختراع عندهم، هو ماي كاب. ده عباره عن كوبايه فيها زي ستريبس كده متقطع، وبتقدر تختار ما بين 4 صوصات، رانش وجبنه وهاني ماسترد وسويت شيلي. سعر الكوبايه دي 50 جنيه، وانا اخترت الكوبايه تبقى رانش. هي قطعه ستريبس عاديه ما فيهاش حاجه، رفيعه جدا وغرقانه بقى صوص رانش. بسم الله. بص، هو مش عامل قطعه الستريبس ومقطعها، لا هو عاملها اصلا قطع صغيره قد الجمبري الوسط كده. ده شكلها من جوه كده فراخ مش ناجتس، محتاج بس صوص الرانش يبقى طعمه اوضح شويه، بس هي غرقانه صوص رانش، خصوصا كمان متركزه في قعر الكوبايه. كاختراع انا شايفه بصراحه حلو، بس هو ينفع كنقنقه كده، مش الحاجه اللي تشبعك. تاني اختراع من كنساس لسه نازل من اسبوعين كده، عاملين حاجه اسمها كنساس، عامل حاجه اسمها نوت بيتزا. موجود منها اوريجينال وموجود منها حار الهالبينو، وهي المفروض ان فكرتها، تعال نشوفها. البيتزا دي او اللي مش بيتزا سعرها 55 جنيه، عباره عن بيتزا بس مبدلين العجينه بقطعه فراخ، بصدر فراخ كبير، اوكي، بس من فوق هتلاقي نفس مكونات البيتزا، جبنه، بيبروني، صلصه، ورشه زعتر. فانا طلبت الاوريجينال بصراحه عشان اليومين دول الشطه ماليش فيها قوي. بسم الله. غير الصلصه محطوط قطع طماطم على البيتزا. عاجبني ان الفراخ بيضه قوي. دايما كنساس مميز بان الفراخ بتاعته بيبقى فيها طعم فلفل كده، فلفل اسود. ميكس الفراخ مع البيبروني كلحمه وفراخ طعمه حلو. صلصه البيتزا وفيها زعتر وكل حاجه، بس ميكس الطماطم مع الفراخ مش اي حد هيحبه، يعني ممكن تجربها كده وتشوف رايك فيها عامل ازاي. تهيألي كمان لو كانت سخنه كانت هتبقى احلى من كده. فاختراع النوت بيتزا من كنساس بالنسبه لسعره شغال. بما اني طلبت من كنساس بقى، خلينا نشوف الفرايد تشيكن عندهم عامله ازاي. العرض ده اسمه كومبو 3 تو 1، لقيته في الموست سيلينج عندهم، فغالبا بيتباع عندهم عادي في التليفون والمطعم. بيجي مع العرض ده طبق رز، علبه كول سلو، رغيف عيش، وبطاطس، 3 قطع فراخ. هو المفروض قطعتين ستريبس بس هو باعت لي 3، وكمان هيخليك تبلع بكنزات بيبسي. كل ده يا معلم ب 150 جنيه. والرز بس بسم الله. حلو، ما فيهوش بصل كتير. لو جبت قطعه ستريبس كده وحطيتها على الرز وكلت الاثنين مع بعض، الموضوع اصلا لوحده هيبقى جامد. شكل الكول سلو كده ماشي. هي بس عباره عن كرومب بس، يعني في لطشه جزر كده، مفيش ذره. طعم الكرومب والمايونيز. انت بتاكل سلطه كرومب، ما بتاكلش كول سلو قوي. ده الستريبس بس مرهق شويه، يعني تحس ان هو مضغوط عليه كده. تلاقي فراخ بيضه. عاجبني ان طبقه البريدنج خفيفه قوي، مش اللي هو بيملاها لك بريدنج. اول قطع صدر، ورك، دبوس شكله لوحده اصلا. الدبوس ده عاوز تاكله كده. فراخ نضيفه من جوه، دايما بيبقى لا مؤاخذه جوسي. عاده التتبيله بتبان في السبايسي، فانا جبت اوريجينال بس عشان انا اليومين دول في السبايسي يعني بيتعبني شويه، فالاوريجينال ما بيبقاش فيه طعم تتبيله قوي عشان تعرف تحكم على الفرايد تشيكن. بس هي حلوه يعني، سواها حلو، وطبقه البريدنج بتاعتها صغيره جدا. الكلام ده هيبان اكتر حتى كمان في الصدر. ما ليه مش جايبين جوانتيات ولا جلافزات ولا اي حاجه؟ ده الصدر. بص البريدنج خفيف ازاي، بص بيتشال ازاي. براندات بتملى لك الفراخ بريدنج، فتحس انك بتاكل حاجات كتير. وجبه حلوه بصراحه بتنوعها، يعني بيديك كل حاجه 150 جنيه في اليومين دول بصراحه، بيتهيألي سعر كويس. ما تنساش كان زيت البيبسي برضه. حجم الفراخ معقول، يعني مش كبير قوي ومش صغير قوي، الحجم اللي هو في النص ده. كنساس بيحاول يعمل اختراعات في الفرايد تشيكن، يعني هو عاوز يبقى متخصص في الفرايد تشيكن، مش يجيب حاجه غريبه يعملها عشان الناس تتكلم عنه، لا هو عاوز يعمل الحاجات الجديده دي في تخصصه، ان هو يقدر يلعب بالفراخ اللي عنده ويطلع حاجات جديده. استني تقولوا لي رايكم في الكومنتات في كنساس، ولو عايزين نجرب اي محل تاني من محلات الفرايد تشيكن يا ريت ترشحوا لي تحت في الكومنتات. ما تنساش بقى قبل ما تمشي تعمل لايك للفيديو، ولو حبيت تشتري حاجه من على نون دخل البروم كودز دي تاخد خصم توصيل مجاني لحد باب بيتك. شكرا جدا ليكم، سلام.